لو صحيت الصبح لقيت براند بيتزا بيقول لك انا البيتزا بتاعتي مقرفه، هترضى تشتريها؟ حلقه جديده من كول ولا فول. المره دي الموضوع مختلف شويه، هنتكلم عن كامبينز الناس عملتها، والكامبينز دي يا طلعت كول وفرقت في المبيعات يا اما فول ونزلت البراند الأرض. الحلقه بتاعت المره دي احنا هنتكلم عن دومينوس بيتزا. اكيد ما فيش حد فينا ما يعرفش دومينوس بيتزا. اول ما نزل في امريكا على طول ابتدت الناس تقول عليه ان البيتزا العجينه بتاعتها ناشفه جدا ومقرفه ولا تصلح للاكل، وكمان الدليفري ابطا من حياتنا، وايه القرف ده، والناس عملت عليهم كامبين رهيبه قوي والناس تشير الحاجه، وابتدت ان يحصل عنده مشكله. طلع في نفس التوقيت قال للناس تصدقوا فعلا احنا دقنا البيتزا والبيتزا بتاعتنا طلعت مقرفه. الفتره الجايه احنا هنعمل لكم بيتزا جديده تشيز اكتر والعجينه اطرى، وهنسميها نيو اند امبروفد دومينوس بيتزا. فابتدت الناس تستغرب الفكره ايه اللي هو قاله ده، فابتدت بدل ما البيتزا بتاعتهم عشان وحشه مبيعاتهم تنزل الارض، مبيعاتهم طلعت فوق خالص. ابتدت الناس كلها تنزل تشوف البيتزا بتاعتهم دي هل هي فعلا حلوه ولا لا. فدايما اعرف ازاي تواجه النيجاتيف فيدباك، ولازم تبقى عندك شفافيه، ولازم تتكلم مع الناس بجرأه، لانك لو تخاذلت في اللحظه دي خلاص الموضوع هيلزق فيك، وعمرك في حياتك ما هتعرف ان انت تبعده عنك. فبذكاء هتعرف تخرج من الموضوع وبشفافيه. قولوا لي بقى انتوا في الكومنتات ده كان كول ولا فول.